في ليلة من ليالي شهر أكتوبر الباردة، لما الساعة كانت 3 الفجر بالظبط، محمود صحي من نومه على صوت غريب. صوت بكاء طفل صغير بيتردد في الهدوء المرعب للعمارة القديمة. الصوت ده مش جاي من أي شقة عادية، ده جاي من الطابق الأخير، الطابق اللي محدش سكن فيه من 5 سنين. محمود فتح عينيه في الضلمة وقلبه بيدق بسرعة جوه صدره. العرق البارد بدأ ينزل منه رغم إن الجو كان بارد فعلا. الصوت ده صوت بكاء طفل رضيع، مش ممكن يكون حقيقي، أكيد بحلم، قال لنفسه وهو بيحاول يرجع ينام تاني. بس الصوت كان واضح جدا، بيخترق حيطان الشقة ويوصله كأنه جاي من فوق دماغه مباشرة. محمود عايش في الطابق الثالث في عمارة قديمة، عمارة من الخمسينات، بسلالم رخام قديمة وحيطان بتشكي من كتر الرطوبة. الطابق الأخير الرابع كان مهجور بقاله سنين. الشقة الوحيدة فيه كانت ملك واحد مات في حادثة غامضة، ومن وقتها محدش قدر يسكن فيها. الصوت بقى أوضح، صوت حزين وموجع. محمود قاعد على السرير ودانه مشدودة للصوت. الساعة كانت تقريبا 3:15 الفجر، الوقت اللي كل حاجة فيه بتبقى أغرب. ممكن يكون في حد نقل للشقة دي وما قالناش؟ فكر وهو بيحاول يقنع نفسه إن في تفسير منطقي، بس جواه كان عارف إن ده مش معقول. الشقة دي مهجورة من زمان. البكاء استمر لدقايق وبعدين سكت فجأة. السكون اللي جه بعد كده كان أسوأ من الصوت نفسه. محمود فضل مستني، قلبه بيدق بسرعة، عينيه مركزة في السقف. الساعة 4 الفجر الصوت رجع تاني. المرة دي كان أقرب، كأن الطفل نزل درجة أو درجتين من فوق. محمود حس ببرودة غريبة في جسمه. الهوا في الشقة بقى تقيل، وريحة تراب قديم وحاجة تانية، رائحة مش طبيعية، زي رائحة الحاجات اللي بتفسد في المكان المقفول. قام من على السرير، رجليه بتترعش، طلع من الشقة ووقف بره، بص لفوق ناحية الطابق الأخير. الضلمة كانت كثيفة هناك، والسلم اللي يوصل للطابق ده كان مليان سواد. الصوت كان لسه شغال بس هادي شوية، بكاء خفيف، كأن الطفل بيحاول يهدي نفسه أو كأن حد بيهديه. حد هناك؟ صوت محمود اتردد، ما ردش حد، بس البكاء سكت لثانية كأن اللي فوق سمعه. قلب محمود وقف. الصوت ده كان مرعب أكتر من الصوت. ثواني تقيلة فاتت كأنها سنين، وبعدين أقدام صغيرة بتجري فوق، بتجري بسرعة من أوضة لأوضة في الشقة المهجورة. الصوت كان واضح، طفل صغير بيجري حافي على أرضية خشب قديمة. محمود رجع جري لشقته وقفل الباب وراه، إيده بتترعش وهو بيدور على المفتاح. أقدام الطفل لسه بتجري فوق، بتجري في دواير، كأنه بيلعب أو كأنه بيهرب من حد. باقي الليل محمود ما قدرش ينام. كل شوية كان الصوت يرجع، مرة بكاء، مرة جري، ومرة ضحك طفل صغير في نص الليل. اليوم التاني محمود صحي متأخر، عينيه حمرة من السهر والخوف. نزل الشارع علشان يسأل أبو علي البواب عن الطابق الأخير. يا أبو علي، في حد جديد سكن فوق في الطابق الأخير؟ أبو علي بصله بنظرة غريبة. طابق أخير؟ يا ابني انت بتكلمني عن ايه؟ الطابق ده مقفول من 5 سنين، مين اللي يقدر يسكن فيه والشقة كلها مليانة عفن ورطوبة؟ بس أنا سمعت أصوات امبارح، صوت طفل. وش أبو علي قلب ألوان. طفل؟ انت سمعت صوت طفل؟ يا ابني الموضوع ده حصل قبل كده، في ناس تانية سمعت نفس الكلام. الملك القديم للشقة كان عنده ولد صغير عمره 4 سنين. الولد مات في الشقة دي، مات وهو بيعيط ومحدش سمعه. مات ازاي؟ مش عارف، لقوه متوفي في الأوضة لوحده. أبوه قال إنه كان مريض، بس الناس قالت إن في حاجات غريبة كانت بتحصل في الشقة دي، أصوات، حاجات بتتحرك، والولد كان خايف. أبوه ما كانش مصدقه. أبو علي سكت شوية وبعدين كمل. من يومها كل اللي يسكن في العمارة دي بيسمع الصوت ده، خصوصا لو كان في الطابق اللي تحت الطابق ده مباشرة، زيك كده.
محمود حس إن الأرض بتدور بيه. وبعدين الناس اللي سمعت الصوت مش كلها فضلت هنا، في ناس ساعات بتتأثر أكتر من اللازم. أبو علي بصله في عينيه: يا ابني، لو سمعت الصوت تاني ما تطلعش فوق خالص، ما تطلعش فوق. الليلة التانية محمود حاول ينام بدري، غطى راسه بالمخدة، شغل التلفزيون على صوت عالي، أي حاجة علشان ما يسمعش الصوت ده تاني. بس الساعة 3 بالظبط، نفس الوقت من امبارح، الصوت رجع. بس المرة دي كان مختلف، ما كانش مجرد بكاء، كان زي نداء: ماما، بابا، تعالوا. صوت طفل صغير خايف وحزين بينادي على أهله. الصوت كان واضح جدا، مش مكتوم زي امبارح، كأن الطفل قرب أكتر. محمود شال المخدة من على راسه، قلبه بيدق بسرعة. الصوت مش جاي من فوق خالص، ده جاي من أوضة الصالون. وقف بسرعة، عرق بارد بينزل منه. مشي بحذر ناحية باب الأوضة. الصالون كان مليان ضلمة، بس كان في ضوء خفيف جاي من الشباك. ماما، بابا. الصوت جاي من ركن الأوضة، من المكان اللي كان فيه كرسي قديم. محمود حس بالهواء بارد جدا حوالين الكرسي ده، وريحة الرطوبة والعفن بقت أقوى. مين هناك؟ صوته طلع بيترعش. الصوت سكت، وبعدين ضحكة صغيرة، ضحكة طفل مليانة براءة وحزن في نفس الوقت. محمود شاف حاجة، ظل صغير جنب الكرسي، ظل في شكل طفل قاعد على الأرض. الظل كان بيتحرك شوية كأنه بيهز نفسه. انت مين؟ الظل بطل حركة خالص. ثواني تقيلة فاتت، وبعدين الظل وقف بحركة بطيئة، وبدأ يكبر أكتر من اللازم. محمود رجع لورا خطوة، قلبه بيدق جامد جدا. الظل بقى بحجم طفل طويل غير طبيعي، وبدأ يمشي ناحيته. لعبتي، فين لعبتي؟ الصوت كان لسه صوت طفل، بس في جواه حاجة مش طبيعية، حاجة مرعبة. محمود جري ناحية النور وشغله. الأوضة اتنورت والظل اختفى، بس البرد فضل موجود والريحة الكريهة فضلت في المكان. باقي الليل محمود قعد في ركن الأوضة، النور شغال، عينيه مركزة على الكرسي. ما كانش قادر يطلع من الشقة وما كانش قادر ينام. في الساعات الأخيرة قبل الفجر سمع صوت تاني، صوت أقدام كتيرة، أقدام ناس كبار بتطلع بسرعة ناحية الطابق الأخير. وبعدين سكون مرعب. اليوم الثالث محمود راح لأبو علي تاني، ووشه لونه أصفر ومرهق. يا أبو علي، إيه اللي حصل بالظبط في الشقة دي؟ قولي الحقيقة. أبو علي بص حواليه وتأكد إن مفيش حد بيسمع. يا ابني، الحكاية مش زي ما قلتلك امبارح، الولد الصغير ما ماتش من المرض. إيه اللي حصل؟ أبوه كان راجل وحش، كان بيضربه كتير ومراته ماتت وسابته لوحده مع الولد كان بيعيط كل ليلة من الضرب والخوف، وأبوه كان بيسكته بالعنف. محمود حس بقشعريرة. وبعدين ليلة من الليالي الولد فضل يعيط كتير. أبوه اتجنن وعمل حاجة وحشة. الولد مات، وأبوه قال إنه مات وهو نايم، بس الناس سمعت الصوت بالليل، صوت ضرب وصراخ. وأبوه بعد ما الولد مات بأسبوعين لقوه ميت في نفس الأوضة، مات والخوف مرسوم على وشه، كأنه شاف حاجة مرعبة. أبو علي سكت شوية وبعدين كمل: من الليلة دي كل اللي ساكن في العمارة دي بيسمع الولد وهو بيدور على أبوه، بيدور عليه علشان ياخد حقه. محمود شعر بالدم يتجمد في عروقه. يعني إيه ياخد حقه؟ الولد مش مجرد روح تايهة يا ابني، ده روح غضبانة، وكل سنة في ذكرى موته بيقوى أكتر، بيبدأ يضايق اللي حواليه لحد ما يلاقي حد يدفع تمن اللي حصله. الليلة التالتة محمود قرر إنه مش هيفضل في الشقة الليلة دي، أخد شنطة هدومه وقرر ينام عند صاحبه. بس لما وصل الدور الأرضي لقى أبو علي واقف قدامه ووشه باين عليه الخوف. فين رايح يا ابني؟ هنام عند صاحب الليلة دي، مش قادر أتحمل أكتر من كده. أبو علي هز راسه: ده مش هيفيد، الولد حسك خلاص،
مش هيسيبك. تقصد إيه؟ يعني لما بيختار حد بيفضل وراه لحد ما ياخد اللي عايزه. أبو علي بص في عينيه. أنت شبه أبوه، نفس الطول تقريبا، نفس الشعر الأسود. الولد فكرك إنك أبوه. محمود حس بالرعب. يعني إيه؟ يعني إنك في خطر، والخطر ده مش هيخلص غير لما صوت أبو علي يتقطع. في اللحظة دي كل الكهرباء في العمارة طفت، والهواء بقى بارد جدا. وبعدين الصوت جه من فوق، بس المرة دي ما كانش صوت طفل. بابا أنا جايلك. صوت عميق مخيف، صوت شخص كبير بيقلد طفل، صوت مليان غضب وانتقام. أقدام تقيلة بدأت تنزل السلالم، خطوة بعد خطوة، ببطء، كأن اللي نازل عايز يخلي كل خطوة ملموسة ومسموعة. محمود وأبو علي ما تحركوش، الخوف جمدهم في أماكنهم. الأقدام وصلت للطابق الثالث. في الضلمة شافوا شكل واقف على السلالم، شكل طفل بس طويل أكتر من اللازم ومشوه. عينيه كانت بتلمع في الضلمة بنور أحمر خفيف. انت ابويا اللي كان بيضربني؟ الصوت كان جاي من الشكل، بس مش طبيعي، كان زي صدى، زي أصوات كتير بتتكلم مع بعض. محمود حس برجليه بتتخدر، ما قدرش يتحرك أو يتكلم. الشكل بدأ ينزل السلالم ناحيته. مامتي ماتت عشانك وانت قتلتني، دلوقتي دوري. أبو علي فجأة قال له اهرب يا محمود، اجري. محمود جري ناحية الباب، بس الباب اتقفل لوحده. الشبابيك اتقفلت والكهرباء فضلت مطفية. هو ومحبوس جوه العمارة مع الشيء ده. الشكل وصل للدور الأرضي، قرب من محمود، ومحمود قدر يشوفه كويس أكتر. كان فعلا طفل بس مقتول ومتعذب، على جسمه كدمات وجروح، وعينيه مليانة دموع دم. انت عايز تهرب زي ما أنا كنت عايز أهرب؟ الطفل مد إيديه ناحية محمود، إيده الصغيرة وصوابعه طويلة وضوافره سودة. في اللحظة الأخيرة محمود افتكر كلام أبو علي، الولد عايز ياخد حقه. أنا مش أبوك، صرخ، أنا مش اللي عملت فيك كده. الطفل وقف، عينيه بتبص فيه. أنت مش أبويا؟ لا، أنا آسف على اللي حصل لك، أنا آسف إن أبوك كان وحش معاك، أنا آسف إنك متعذب كده. لأول مرة عينين الطفل بقت أكتر إنسانية. آسف؟ أنا آسف، أنت ما كنتش تستاهل اللي حصل لك، أنت كنت طفل صغير لطيف وما كانش المفروض حد يضايقك. الطفل بدأ يعيط، عياط حقيقي مليان حزن. أنا كنت عايز أبويا يحبني، كنت عايز ألعب وأكون مبسوط زي الأطفال التانيين. محمود حس بدموعه نزلت. أنا عارف، وإنت تستاهل كده، إنت تستاهل إنك تكون مبسوط. الطفل قرب منه، بس المرة دي ما كانش مخيف. ممكن تكون صاحبي؟ بص في عينيه الحزينة. أكيد ممكن أكون صاحبك. فجأة الكهرباء رجعت، العمارة اتنورت، والطفل بدأ يبقى شفاف أكتر. شكراً، كان آخر حاجة قالها الطفل قبل ما يختفي. الباب اتفتح والهواء البارد اختفى. محمود قعد على السلالم. أبو علي قرب منه. إيه اللي حصل؟ خلاص كده. بعدها بأسبوع محمود رجع يسكن في شقته عادي. الطابق الأخير بقى هادي، مفيش أصوات غريبة ولا حاجة، بس كان في تغيير واحد. كل يوم محمود كان بيلاقي لعبة صغيرة قدام باب شقته، لعب أطفال بسيطة، عربية صغيرة أو كورة أو حاجة من دي. ومرة واحدة لقى ورقة مكتوب عليها بخط طفل صغير: شكرا لأنك كنت طيب معايا، أنا دلوقتي مع مامتي وأنا مبسوط. محمود ابتسم وحط الورقة في جيبه، كان عارف إن الطفل الصغير أخيرا لقى الراحة اللي كان مستناها. بس النهاية الحقيقية بعد شهر من الحادثة دي. محمود صحى مرة تانية في نص الليل على صوت بكاء، بس المرة دي الصوت ما كانش جاي من الطابق الأخير، ده كان جاي من الطابق التاني. صوت واحدة بتعيط، صوت مليان حزن ويأس. ولما محمود بص من الشباك شاف أبو علي واقف في الشارع بيطلع للعمارة ووشه أصفر من الخوف. أبو علي شاف محمود في الشباك ونادى عليه: يا ابني، العمارة دي مليانة أسرار، الطفل ده كان مجرد البداية. ومن اللحظة دي
محمود عرف إن الكابوس لسه مخلصش. هي دي نهاية قصتنا النهاردة. بس هل فعلا دي النهاية؟ ولا في حكايات تانية متخبية في العمارة دي؟ لو عجبتك القصة وعايز تعرف باقي أسرار العمارة، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل القصص الجديدة. والنهاردة قبل ما تنام، اسمع كويس للأصوات حواليك، ممكن تكون مش لوحدك.